بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، كثير من الإخوان يسألون إذا كان الكفر ثلاجة كبير، يعني كبراد المشروبات الغازية، هل تكفي يعني دكت واحد حسب المواصفات المنشورة سابقا؟ إخواني الأعزاء، إذا كان الدكت كبير مثل هذا الموجود أمامكم بالمقطع، إحنا هنا ثبتنا له دكتين، دكت على اليمين، هذا الدكت على اليمين الأبيض، وهذا الدكت على اليسار. بتلاحظوا شلون دكتين متقابلة، كل دكت يحمل نفس المواصفات. يعني شنو نفس المواصفات؟ يعني مروحة 15 سنتيم، خلفها فتحة شهيق إجباري للهواء النقي قطرها 3 سنتيم، والسمك مال الدكت 4 سنتيم، والعرض ماله من الداخل صافي 16 سنتيم، ومن الخارج 20 سنتيم. هذا إخواني صورة الدكت اللي موجود على اليمين. وهذا الرف أو الديلاب اللي يشتغل تقليب حاليا بزاوية 45 درجة. هذا مربوط إخواني بموتور بالوسط. ليش خليناه بالوسط؟ حتى يكون توازن بالثقل بين الطرفين الأيمن والأيسر، اللي يربط على الرف الثاني وليس الأول. ليش؟ حتى تكون الحركة مالته مريحة بالصعود والنزول. وهاي إخواني اللي تلاحظوها المروحة 15 سنتيم موجودة بالأسفل من الدكت الأيمن، وكذلك من الدكت الأيسر. وهاي المصابيح إخواني تعتبر مصدر للحرارة والإنارة، تساعد المروحة بتوفير الرطوبة الطبيعية، لأن راح حوض يصير أمام كل مروحة وتحت كل مصباح. هذا توفر عندك الرطوبة الطبيعية. ونحذركم من استخدام الرطوبة الصناعية اللي هي الفواحة إخواني. هاي ما تكون بخار طبيعي، وإنما تكون رذاذ يندفع دفعا بما فيه من الشوائب والأملاح. هذه الشوائب والأملاح تتساقط على سطح البيض وتسد المسامات إخواني، وبها سلبيات أخرى. بارك الله بكم. تلاحظ أخي العزيز، هذا شوف، هذا هنا مربوط العتلة مال الموتور، وهذا المسطرتين اللي موجودة بالأعلى أو بالرف الأول هي مساطر لتوجيه العتلة والحفاظ عليها من السقوط أو الانحراف. هذا ما موجود إخواني. وهاي تصير طبقات البلاستيك المخصصة للبيض أو للسمان أو للباط، تكون تجلس في هذا الإطار. وهذا جزء إخواني العلوي من الدكت الأيمن، وكذلك مماثل له من الدكت الأيسر. وهذا العرض ماله قلنا 20 سنتيم من الخارج ومن الداخل، يعني يعتبر صافي من الداخل 16 سنتيم. بارك الله بكم إخواني، وأرجو أن استفاديتوا من المقطع. ولا تنسونا بالدعاء والاشتراك بالقناة. أعزائي، الاشتراك بالقناة من قبلكم يعني هذا يعتبر مساهمة جادة لتعميم الفائدة للجميع. بارك الله بكم، وتحياتي وتقديري للجميع.